بعد ما جهزنا بيئة العمل الخاصة بينا وعملنا انستول للVS Code، ولو انت على الويندوز عملت انستول سب سيستم لينكس اللي هو اوبونتو، وعملت انستول للفاوندري فريم ورك. هنتكلم النهارده عن الراندومنس اتاك وازاي بتتم عملية الراندومنس في البلوك تشين او في الويب 3، وهنعمل سمارت كونتراكت للعبة. اللعبة ديت هتبقى معتمدة على فانكشن. الفانكشن ديت بتطلب منك انك تخمن رقم، ولو الرقم دوت صح تقدر تسحب الاثيريوم في السمارت كونتراكت ده. وفي نفس الوقت هنعمل سمارت كونتراكت تاني يقدر يهجم او يعمل اتاك على السمارت كونتراكت الاولاني ويسرق الاثيريوم بدون ما يخمن الرقم، عن طريق ان هو يعمل ايه كل الفانكشن ديت. هنشوف الكلام دوت بالتفصيل. هنفتح اوبونتو. اول حاجه نكتب الامر BWD عشان نعرف احنا في اي فولدر موجودين. هنعمل فولدر جديد عن طريق الامر ماكدير وهنسميه randomness attack attack. تمام. هنكتب CD ونروح ندخل الفولدر بتاعنا. تمام. دلوقتي احنا جوه الفولدر اللي هو randomness attack. كل الاوامر ديت اللي انا كتبتها دي اوامر خاصه بالباش بتاعه اللينكس للناس اللي مش بتستخدم لينكس. هي اوامر بسيطه، ازاي تنشئ فولدر، ازاي تمسحه، وازاي تروح تفتح الفولدر دوت، ازاي تتصفح الملفات في الفولدر ده. بعد ما دخلنا الفولدر اللي هو randomness attack هنكتب كود فاصله دوت هيفتح لنا الفي اس كود في الفولدر ده. فتح معانا الفي اس كود. لاحظ ان هنا مفيش فولدرات في الجزء دوت، وتحت هنا ال WSL اوبونتو اللي هو معنى كده ان الباش بتاعت او التيرمينال بتاعت الفي اس كود ديت شغال على نظام اوبونتو. هنفتح تيرمينال هنا في الفي اس كود من تيرمينال نيو تيرمينال. هنكتب اول حاجه امر تبع فاوندري، هو فاوندري اب دوت بيعمل تحديث للفاوندري بحيث لو في حاجه جديده بينزلها، وفي نفس الوقت تتاكد ان الفاوندري شغال معاك مظبوط او انت عملت لي انستول بطريقه صحيحه. هتلاحظ هنا نزل لينا او عمل تحديث للفورج والكاست والانفل والتشيسل. سجل الاربع كلمات دول او احفظهم كويس لان هم دول اللي هنستخدمهم في بيئه العمل الخاصه بينا. اول حاجه هنستخدم فورج زي ما قلنا init دوت بنقول له اعمل لينا مشروع جديد. هنا هو نزل اللايبرري الخاص بفاوندري. لو جيت بصيت على الشمال هتلاقي هنا هو موجود جيت هاب واللايبرري وسكريبت واس ار سي وتيست. اول حاجه السكريبت هنا او الاس ار سي. الاس ار سي دوت بيبقى فيه السمارت كونتراكت اللي احنا كاتبينها، وهو عامل لك سمارت كونتراكت بشكل افتراضي او ديفولت بينزل معاك اللي هو الكاونتر دوت اس او ال. هتفتح اهو ظهر هنا قدامنا السمارت كونتراكت دوت. السكريبت دوت انت لما تكتب سكريبت عشان تعمل ديبلوي للسمارت كونتراكت ده، احنا في ريميكس مش كنا بنعمل اول حاجه كومبايل وبعد كده بنعمل ديبلوي للكود؟ السكريبت دوت انت ممكن تقدر تكتب سكريبت يعمل رن او يعمل ديبلوي لكذا سمارت كونتراكت مع بعض. والتيست دوت انك بتكتب تيست بتختبر فيه الفانكشن في الكونتراكت اللي انت كتبته وتشوف فيها هل في باجز او لا. هنفهم الكلام ده بالتفصيل. اول حاجه الكاونتر هنا بتلاقي مثلا تسميته كاونتر دوت اس او ال. في التيست كاونتر دوت تي اختصار تيست دوت اس او ال، والسكريبت بيبقى كاونتر دوت اس اختصار سكريبت اس او ال. فاحنا هنعمل ديليت للحاجات ديت وهنعمل ديليت اللي هو في سكريبت، وفي الكاونتر دوت هنسميه جيم ونمسح ده ونسمي السمارت كونتراكت بتاعنا جيم. كنترول اس. بص طول ما هو مديك العلامه البيضاء ديت جنب الاسم السمارت كونتراكت، معنى كده اللي هو لو قفلت الحاجات ديت مش هتتحفظ، فانت بتعمل كنترول اس هتلاقي العلامه البيضاء اللي دي اختفت. هتلاقي العلامه البيضاء ديت اختفت، معنى كده ان اللي بتاع معمول له سيف. تمام. فاحنا هنا تعرضنا لاول حاجه لامرين اللي هو الفاوندري اب عشان تحدث الفاوندري،
والفور جينت عشان تنشئ مشروع جديد. فور جينت ممكن تستخدم معاها داش داش فورث، بمعنى لو انا مثلا شغال في مشروع زي الموجود ده دلوقتي وفي فولدرات نازله، لو جيت اعمل فور جينت بيقول لي ما انت عندك الملفات ديت، فانا لما اضيف كلمه داش داش فورث اللي انا بقول له لا نزل من تاني، عايز الملفات دي من تاني. ولو انا ربط الفي اس كود بالجيت هاب ممكن يقول لك ان في مشكله في الكوميت، ان مين اخر واحد عمل تعديل والكلام دوت، فانا ممكن اضيف داش داش نو داش كوميت. دي لو واجهتك مشاكل بتلاقيه بيطلب منك الامرين دول تقريبا. وممكن فور داش داش هيلب بحيث تشوف، هتشوف الحاجات او الاكستنشن اللي بنستخدمها مع فورج. يعني كل دوت حاجات الارجومنت اللي بنستخدمها مع فورج عن طريق فورج انت داش داش هيلب. ولو فورج داش داش هيلب هيجيب لك ايه كل الاوامر المساعده وكل الارجومنتس اللي موجوده مع الامر ده. نستخدم الامر كلير عشان نعمل ننظف التيرمينال بتاعتنا. وفي عندنا برضو الامر فورج كلين دوت لو انا شغال على مشروع وعملت ديبلوي او عملت اي حاجه كومبايل وبعدين عايز ابدا من جديد، فانا بستخدم الامر فورج كلين. يبقى كده معانا الفورج انت والفورج كلين دول تبع فاوندري. تعالى بقى نتكلم عن الراندومنس. يعني ايه الراندومنس؟ الراندومنس اتاك او ايه الراندومنس عموما؟ الراندومنس هو العشوائيه، بمعنى انك تفعل نفس الشيء وفي كل مره تلاقي نتيجه مختلفه. عكس تعريف الغباء. تعريف الغباء انك تفعل نفس الشيء وتنتظر نتيجه مختلفه. لا، هنا في الراندومنس انك هتعمل نفس الشيء وفي كل مره تلاقي نتيجه مختلفه. بمعنى لو عندنا كود والكود دوت بنعمل له رن، كل ما اعمل رن الكود دوت الاقي النتيجه مختلفه. زي كده رمي الزهر في الطاوله، لما ترمي الزهر انت ما تعرفش الزهر هيجي على ايه، على 5 ولا على 1. النتيجه هنا بتبقى عشوائيه. طب العشوائيه ديت موجوده معانا في البلوك تشين للاسف، او مش للاسف. طبيعه البلوك تشين هو نظام ديترمينستيك سيستم عكس العشوائيه. يعني ايه ديترمينستيك سيستم عكس العشوائيه؟ يعني الفانكشن اللي انت تعملها ران ديت طالما واخده السيم انبوت نفس المدخلات فهتكون نفس المخرجات. اي حد بيعمل كول للفانكشن ديت بنفس المدخلات من على اي نود او من على اي جهاز هيكون عنده نفس المخرجات. ليه؟ لان طبيعه البلوك تشين ديترمينستيك، لازم كل جهاز او كل نود في الشبكه يكون مأكد نفس الترانزاكشن، والا هيحصل معانا اللي هو عدم التوافق وبالتالي الشبكه كلها هتضيع. هنا مثلا لو عندي فانكشن، الفانكشن ديت مثلا اسمها تيست اهيت، بتاخد مدخلات اللي هو ايه والمخرجات بتاعتها بترجع لي ايه في 2. فانا لو عوضت عن الايه هنا بخمسه هيديني الناتج 10. طب لو شخص تاني عوض بخمسه هيديني الناتج 10. طيب لو جهاز تالت ورابع، كل اي حد هيعوض بالناتج 5 هيديله رقم 10. فطالما في سيم انبوت هيبقى سيم الاوتبوت. دي مثلا تخيل كده اشرح لك الموضوع ببساطه. ديت مثلا شبكه بلوك تشين وليكن البيتكوين او الاثيريوم. الموجود دوت دي الاجهزه اللي متصله بالشبكه، والاجهزه دي بتبقى متصله بديسنترلايزد سيستم او بير تو بير اللي هي الند للند. فانا مثلا في ترانزاكشن هتتم دلوقتي على البلوك تشين، لازم كل الاجهزه ديت يكون عندها نفس الترانزاكشن. ودي معنى اللي هو ديترمينستيك، ان كل الاجهزه ديت تكون عندها نفس الحاجه او نفس الترانزاكشن عشان يحصل ايه كونسنسس اللي هو التوافق. واللي بيتم التحقق من ان الاجهزه ديت عندها نفس الترانزاكشن عن طريق اشهر خوارزميات توافق دلوقتي اللي هي البي او اس اللي هي البروف اوف ستيك، والبي او دبليو اللي هي بروف اوف وورك. البروف اوف وورك ديت خاصه بالبيتكوين عموما، اللي هو بيستخدم الاجهزه ديت زي الماينر او الماينر مثلا. بتعتمد على ايه حل خوارزميات او حل التشفير عن طريق السي بي يو اللي هي بتستخدم ايه قدره حوسبيه اللي هي عشان تحل المشكله ديت وتاكد الترانزاكشن ديت. في البي او اس او بروف اوف ستيك لا، النودز هنا والناس هنا بتنزل المحافظ بتاعه العمله ديت على الجهاز بتاعها، وفي نفس الوقت عامله بروف اوف ستيك اللي هي ايه عامله كميه من العمله ديت في المحافظ ديت، بحيث لو الجهاز بتاعك او النود بتاعك حاول يعمل ترانزاكشن غلط بيتم خصم البي او اس او الرصيد بتاعك. يا ريت تكون مفهوم كده واضح. في البروف اوف وورك زي ما قلنا كده بنستخدم السي بي يو او قوه حوسبيه. الاجهزه في الشبكه اللي بتبقى بروف اوف وورك بيبقى اسمها نودز، والاجهزه في الشبكه اللي هي البروف اوف ستيك اسمها فاليديتور. فانا لما اقول نودز او فاليديتور فانت اعتبر دوت الجهاز بتاعك اللي متوصل بالشبكه او بالبلوك تشين الخاص بالبيتكوين او الاثيريوم او ايا كان البلوك تشين. كده يا ريت نكون فهمنا مفهوم الراندومنس والعكسه مفهوم الديترمينستيك سيستم، وان البلوك تشين بطبيعته ديترمينستيك.
طيب هم لمّا يحبّوا يعملوا أو يضيفوا الrandomness في الblockchain، فهُم قال لك إحنا هنعمل إيه، طالما المدخلات الناتج بيكون نفس المخرجات، فإحنا إيه، هنعتمد على مدخلات متغيّرة. طب إيه المدخلات المتغيّرة في الtransaction بتاعة الblockchain عمومًا؟ هتلاقي الblock number رقم البلوك. ليه؟ لإن رقم البلوك بيتغيّر كل شوية، كل ما يزيد البلوك فإيه، بيزيد الرقم. والهاش بتاعة الtransaction ديّة، الهاش بتتغيّر مع كل transaction، ما فيش 2 transaction ليهم نفس الهاش. صعوبة التعدين أو الblock difficulty إنك تنتج بلوك برضه بتتغيّر، لإن كل ما زاد عدد الأجهزة ديّة بتزيد صعوبة التعدين أو الblock difficulty. أو الMSG.sender دوّة عنوان الشخص اللي بيعمل كل الfunction ديّة. أنا لمّا أعمل call أو استدعاء للfunction ديّة، فهو بياخد الwallet بتاعتي أو الpublic key بتاعي. فأنت لمّا تيجي تعمل call للwallet ديّة بياخد العنوان بتاعك، فإحنا العناوين مختلفة. فهُم اعتمدوا على الموضوع دوّة في إن هُم يعملوا إيه، randomness في الblockchain. هل الموضوع دوّة صح أو جيد؟ هنشوف الكلام ده قدّام. طيب في حاجة تاني، ليه إحنا عايزين randomness في الblockchain أو في الsmart contract؟ أول حاجة وأشهر حاجة بتستخدم الrandomness الgames الألعاب أو الNFT. بمعنى أنا مثلًا عايز أختار شخص بطريقة عشوائية هو دوّة اللي هيكسب اللعبة. أنا مثلًا في address معيّن عايز أختاره بطريقة عشوائية، إن الشخص دوّة أو الaddress دوّة هادّي له NFT. الNFT ديّة هتكون بمواصفات نادرة شوية وغالية شوية، فأنا لازم أختار الموضوع دوّة بعشوائية، ولازم الموضوع يكون قدّام كل الناس، اللي هو إيه، على الblockchain ما فيش شخص مثلًا بيدخل وسيط أو هو اللي يختار أو بيرجّح حد عن طريق حد. لأ، الموضوع كلّه بيتم بشكل شفّاف، بشكل واضح، إنه يتم اختيار الرقم العشوائي دوّة بطريقة واضحة. تاني حاجة الDAO اللي هي decentralized organization. في أنظمة جديدة هتشتغل أو ممكن تستغلها الحكومات، إن أنت ممكن تعمل نظام كامل decentralized بدون موظفين. فأنا مثلًا محتاج حد يأكد المعلومات ديّة أو شخص هو اللي يقدر يأكد مثلًا إن مثلًا وليكن لو إحنا عاملين الdecentralized organization ديّة في الشهر العقاري، فأنا محتاج أأكد إن الأرض ديّة صاحبها هو مَلَك العقار دوّة أو مَلَك العقار دوّة هو صاحبه الaddress دوّة. فإحنا بنختار رقم أو نختار validator عشوائي اللي هو اللي يأكد المعلومة ديّة، فعشان كده بنستخدم العشوائية. في الairdrops برضه لمّا يكون في airdrops في بداية العملة وعايز أوزّعها بطريقة عشوائية، برضه بنستخدم الrandomness. الvalidator الnodes في الproof of stake زي ما قُلنا هنا، إن مثلًا زي ما قُلنا هنا في الproof of stake أو proof of work عمومًا، إن كل الأجهزة ديّة بيبقى عندها نفس الtransaction، فإحنا محتاجين جهاز واحد منهم هو اللي هيعمل الblock أو هو اللي يقول لك خلاص الblock ده تمام. فبيتم اختيار الجهاز دوّة عن طريق برضه الrandomness العشوائية. ما ينفعش أنا أقول مثلًا الجهاز دوّة رقم 1 أو رقم 50 هو اللي هيعمل الblock المرّة الجاية، فيتم التلاعب بيه. طب افرض مثلًا في node حَب يتلاعب بالtransaction ديّة، حَب يغيّر. يعني أنا مثلًا دلوقتي باطلب رصيد محمود من على الإيثيريوم، فحطيت العنوان وكده، فدوّة عايز يزوّد رصيده غيّر في الtransaction. فلمّا ييجوا بيفحصوا الشبكة اللي هو الvalidators أو الnode بيلاقوا إن في حاجة مختلفة، فلو لقوا إن هو مختلف بيطردوه برّه الشبكة. في الDeFi أو الdecentralized finance أنا مثلًا هاختار شخص معيّن في الDeFi أو node معيّن، هادّي له مكافأة استثنائية أو أدّي له مثلًا أرباح زيادة، لإن هو مثلًا كان مفيد للشبكة، فبرضه لازم نختار الموضوع دوّة بعشوائية. تعالَ بقى هنعمل smart contract لgame smart contract لgame. الgame ديّة فيه function اسمها play، هتطلب من اللي بيعمل call للfunction ديّة إن هو يخمّن رقم، تمام. ولو خمّن الرقم ده بطريقة صحيحة، كل الإيثيريوم اللي في الsmart contract دوّة هيتم تحويله ليه بطريقة مباشرة. طب هنستخدم إيه في التخمين هنا أو في الfunction بتاعتنا؟ زي ما قُلنا هنستخدم حاجة متغيّرة اللي هي الblock.timestamp. والblock.timestamp دوّة برضه حاجة متغيّرة، لإن كل بلوك ليه وقت معيّن. والblock.number فهي ديّة الطريقة اللي بنقدر نعمل بيها random في solidity randomness. طيب هل الكلام دوّة صحيح أو security؟ طبعًا لأ، وهنشوف الكلام دوّة إزاي إن هو مش security. طب ليه قبل ما نكتب الsmart contract إن الكلام ده مش security؟ لإن الminer أو الvalidator أو الnode زي ما قُلنا ال3 دول بيشيروا لحاجة واحدة اللي هو الجهاز المرتبط بالblockchain. بيقدر يتوقع البلوك time stamp. يعني مثلًا عندنا في البلوكشين كل 10 دقايق مثلًا تقريبًا يعني بيتم بلوك، فهو بيقدر يشوف أو بيقدر يتنبأ بالبلوك time stamp ويقدر يتنبأ بالبلوك number. يعني إحنا دلوقتي في البلوك number رقم مثلًا 2000، اللي بعده البلوك number رقم 2001. فالminer هنا بيقدر يتلاعب في النتيجة ديّة عشان يخلّي الguess number لصالحه. فهنعمل الsmart contract دوّة وهنعمل smart contract تاني يقدر يعمل attack على الsmart contract دوّة ويسرق كل الإثيريوم اللي فيه.
نروح بقى على الفي اس كود، هنقول الكونتراكت بتاعنا اسمه جيم. اول حاجه بنعمل كونستراكتور بيبل اهو، ظهرت النقطه البيضاء بيقول لك انك عملت تغييرات وما عملتش سيف، كنترول اس سيف. ليه بنعمل الكونستراكتور؟ الكونستراكتور دي فانكشن للناس اللي فاهمه سوليديتي، بيتم استدعائها مره واحده بس لما تعمل ديبلوي للسمارت كونتراكت. فانا عملت كونستراكتور بيبل عشان السمارت كونتراكت بتاعنا اقدر اديله ايثيريوم، اقدر يتعامل مع الايثيريوم. تاني حاجه نعمل الفانكشن بتاعتنا، فانكشن بلاي. الفانكشن دي هتكون اكسترنال عشان السمارت كونتراكت او اليوزر المستخدمين يقدروا يتفاعلوا معاه. هنقول في الفانكشن ديت انا عايز ايه؟ انا عايز ان المستخدمين يخمنوا رقم، عشان هنستخدم ارقام هنعمل يو اي ان تي 256 وهنقول له جس. ان هو انا بطلب من المستخدم لما يجي يعمل رن الفانكشن ديت يكتب رقم، ونشوف الرقم دوت هل هيكون هو الرقم اللي تم تخمينه. الرقم اللي تم تخمينه فين؟ في الفاريبل دوت. هنقول مثلا راندوم نمبر، وطالما نتعامل مع الارقام هنستخدم يو اي ان تي 256. الراندوم نمبر هنا قلنا هيتم توريده بعشوائيا عن طريق البلوك دوت تايم ستامب، زائد البلوك دوت نمبر. هنقول له بقى اف الجس الرقم اللي انت خدناه من اليوزر بيساوي الراندوم نمبر، هتعمل ايه؟ هتعمل ترانسفير. ترانسفير لايه؟ لكل الايثيريوم اللي موجود ادرس. هتعمل ترانسفير لكل الايثيريوم اللي موجود في السمارت كونتراكت الخاص بينا. طب الترانسفير دوت هيعمله لمين؟ او هينقله لمين؟ للي استدعى الفانكشن ديت وقال الرقم بطريقه صحيحه، msg دوت سندر الام اس جي دوت سندر. وطالما هنتعامل مع ايثيريوم لازم تبقى بايبل. خليها في قوس. طالما هنستقبل ايثيريوم ونبعت ايثيريوم وتبقى ايه الفانكشن بايبل. فانا بقول له انقل او اعمل ترانسفير لكل الرصيد ادرس ذس دوت بالانس، ان لكل الرصيد اللي موجود في السمارت كونتراكت دوت للشخص اللي هو الام اس جي دوت سندر. يبقى الام اس جي دوت سندر دي بتعود على الفانكشن اللي بيعمل كول او للفانكشن اللي هي بلاي من بره السمارت كونتراكت، والادرس دي بتعود على السمارت كونتراكت او عنوان العادي نفسه بعد ما نعمل له ديبلوي. تمام. هنقفل الكود بتاعنا. الترانسفير هنا ناقص اس. تمام. كنترول اس عشان نحفظ الكود.